سلام الله عليكم. مرحبا بكم. لا تجد جزائريا إلا وسمع عن مقبرة بضواحي الجزائر العاصمة اسمها العالية. هذه المقبرة التي أخذت شهرة واسعة بين مختلف فئات الشعب الجزائري، وهي المقبرة التي حوت جثامين شخصيات ورؤساء وزعماء، وأصبحت أشهر مقبرة في الجزائر على مر السنوات الماضية. غير أن التهميش الذي طال المرأة التي وهبت حياتها لخدمة الفقراء واليتامى، والتي وهبت قطعة الأرض المتواجدة حاليا في الجزائر العاصمة كمقبرة لدفن الموتى في العهد الاستعماري، والتي سميت المقبرة باسمها العالية، والتي أضحت اليوم المقبرة الرسمية التي يدفن فيها العامة بجوار الزعماء والرؤساء الجزائريين. قليل منكم من يعرف قصة هذه المرأة. في هذا الفيديو سنعرض عليكم قصة حياة هذه المرأة وما سر ثروتها الكبيرة. تابعوا الفيديو حتى النهاية. أنا العالية حمزة، وأنا امرأة صالحة وزاهدة جزائرية نايية من قبيلة أولاد نايل. ولدت عام 1886 بمنطقة سور الغزلان ولاية البويرة، وأنا ابنة لأب وأم ثريين جدا هما محمد بوترعة وفاطمة شعبان. كنت أشتهر بثرائي الكبير عملي للخير وحبي ورعايتي للأيتام. كان لدي أخ وحيد يسمى عيسى، وأخت وحيدة تسمى حبرة. وعندي وفت أبي اقتسموا أملاكه. اشتغلت أنا في مجال التجارة التي وسع ثروتي، وأملك آلاف الهكتارات من الأراضي في العاصمة ونواحيها ومدينة بوسعادة ومدينة الجلفة وغيرها. إلى جانب أنني قد عملت كمسؤولة في مدرسة لتدريس البنات في منطقة سيدي عيسى المجاورة لبلدتي. أنشأت هذه المدرسة بمالي الخاص قصد تدريس وكفالة البنات اليتيمات. تزوجت من مدرس من بوسعادة اسمه كرميش محمد، كان يشتغل في العاصمة كمدرس للغة العربية، ولم كان لدي أولاد في حياتي حيث كانت وعقرة. كانت ثروتي تعدي بالمليارات، وكانت أملك أراضي واسعة في بلدتي وفي العاصمة الجزائر وفي سيدي عيسى وعين بسامة. كنت ألبس كل أنواع الحلي، حتى أنني عندما أدخل الأعراس أخطف الأنظار من جميع الحضور، وعند المواسم أقيم الولائم والذبائح للفقراء والمساكين وأكسوهم وأطعموهم، وكنت أحظى باحترام جميع الناس وكلهم يثنون على فضلي وأخلاقي وكرمي. وكان بيتي منزل لكل من لا مأوى ولا منزل ولا مطعم له. قمت بمنح قطعة أرض إلى السلطات الفرنسية عام 1930 بغرض جعلها مقبرة لدفن الموتى المسلمين مجانا، وطلبت منهم أن يكتبوها باسمي، والذي ما زالت أحتفظ به إلى اليوم، وهذا بعد رجوعي من الحج الذي فقدت فيه والدتي هناك. تقول الروايات أنني قتلت مسمومة عام 1932 من ذوي أهلي الذين وضعوا لي السم من أجل السيطرة على أملاك الطائلة، ودفنت في مسقط رأسي بسور الغزلان.
وقد كتب على قبري الولية الصالحة العالية حمزة: ولا أحد يعرف الآن عن حجم أملاكي وأين ذهبت ومن قام بالاستحواذ عليها، وهذا آل أمر بقي سران إلى اليوم. تضم المقبرة التي تحمل اسمي جثامين رؤساء الجزائر، منهم هواري بومديان، أحمد بن بلة، الشاذلي بن جديد، وعلي الكافي. كما كانت هذه المقبرة محجة لكبار الشخصيات السياسية الجزائرية والعربية والعالمية. كانت هذه قصة العالية حمزة. نرجو أن الفيديو نال إعجابكم. لا تنسوا التعليق والاشتراك في القناة. ودمتم سالمين.